يكون تسلل ولا الهوا ده واحد ورا الخط اهو متغطي بثلاثه بالظبط. ده مين بقى؟ ده حسن شحاته ماتش اهلي وزمان. الحكم محمد حسام الدين والمساعد عبد الرؤوف عبد العزيز. عتاوله لعبه لو جبت مين عند احمد طباوي لعلاء علي مره ثانيه يلعب العرضيه. علاء راسيه بتعدي تنزل للصفتي بيهيئها الصفتي ومحاوله. والمره دي ايه بقى؟ المره دي انذار على عمرو الصفتي. انذار على عمرو الصفتي وطرد للصفتي. طرد لعمرو الصفتي. حاله طرد لعمرو الصفتي. حاله طرد لعمرو الصفتي. ويا كابتن محمد حسام قول لنا اللقطه دي فيها ايه؟ ياسر عبد الرؤوف وحوار كده من جانب لاعيبه الزمالك وعمرو الصفتي. هل ادعى السقوط جوه المنطقه؟ هو عنده انذار من الدقيقه 11 وبالتاكيد يبدو ان هو طرد على عمرو الصفتي. بص الصفتي عدى من لاتيران دي اي لقطه ما اقدرش اتكلم. اهي بص ركز على اللقطه. جمهور الاهلي انهال بالسباب على شيكابالا وشريف اشرف. الهتافات اللي احنا سامعينها دلوقتي دي يا كابتن بتمثل لك ايه؟ ولا حاجه. ولا اثرش فيك يعني؟ لا ولا حاجه خالص. خليهم يشتموا. متعود على كده؟ مفيش مشكله. انا طول عمري محترم ومؤدب وعمري ما غلطت في حد فيهم. فعيب يعني ان هم يشتموني يعني. وانا كلنا من ابنائهم يعني. عيب يعني. كابتن جمال هلال لاعب نادي الزمالك تحت 17 سنه، ايه اللي حصل؟ حضرتك يا فندم نازل من التاكسي لقيت جمهور الاهلي في ناس كانت عارفاني صحابي قالوا لي الراجل ده زملكاوي بيلعب في الزمالك. السنه اللي فاتت كنت بلعب بساطه في طلائع الجيش واتنقلت. حضرتك يا فندم نازل متهجمين عليا بالازاز وبالمطع وبالضرب ونجري فوق ضرب. وانا واقف نازل من التاكسي بحاسب السواق بتاع التاكسي رايحين داخلين الاستاد لقيتهم جايين ضرب عليا. ما ينفعش والامن واقف. الامن الشرطه واقفه. سيد فتحي الفاول. النادي الاهلي هارد لك الهزيمه. نقول ان حسم الجزيره لقب بطوله الدوري اثر على اداء الاهلي النهارده. يعني هو احنا كنا عايزين الجزيره هو اللي ياخد الدوري ومبروك يعني لهم. عايزين الجزيره بصراحه ياخد الدوري ليه؟
يعني هو الحكام اصلا كانت يعني احنا كنا المفروض نعملوا حاجه في الدوري، بس ما الحكام هي اللي ما ساعدتناش اللي احنا ناخده دوري يعني. بس غريب قوي ان لاعب يصرح كده دايركت يعني. هو يعني ما خدش احنا عايزين الجزيره تاخد الدوري. الحقيقه تصريح يعني مش عايز يحاسب عليه اللاعب، ولكن الحقيقه بينم عامه في اعماق لاعبي النادي الاهلي، واحنا ما كناش نتمنى ان الامور تسير بهذه. لا بس معنى كده ان الاهلي كان نازل عايز يخسر. ما انا بقول لك دي حقيقه مشكله حقيقيه، لان الرياضه في النهايه شرف، والاهلي طبعا انتوا كنتوا اعلنتوا نادي القرن في اسيا في عام 2000، في نهايه عام 2000؟ لا لم يتم الاعلان عنه. طيب وبالنسبه للقاره الافريقيه؟ بالنسبه لافريقيا كان تم الاعلان عن نادي الزمالك اللي كان في نهايه القرن الماضي على اساس نتائج الزمالك في بطولات الانديه الافريقيه في الفتره الاخيره بالذات من سنه 91 لسنه 99 كان الزمالك مسجل اعلى نتائج في افريقيا خصوصا في دوري الابطال. في الوقت يعني بيتم احتساب النقط كل سنه، ترتيب ال 50 نادي على مستوى العالم، اول نادي بياخد 50 نقطه والثاني 49 وهكذا تنازلين حتى النادي ال 50 بياخد نقطه واحده. فنادي الزمالك جمع اكبر عدد من النقاط في الفتره ديت. استاذ خالد، انا عايز اسالك عن نقول مدى تنفيذ او انصياع الانديه لهذه الاحصائيات. يعني احنا شفنا ده على المستوى الافريقي، بعض الدول بتقبل وتعترف وبعض الدول لا تقبل. حصل مانيش عارف. ابراهيم حسن وادي وائل جمعه بيتكلم ابراهيم حسن بيقول له على مهلك يا كابتن ابراهيم، على مهلك، ما حصلش حاجه. يعني ربما سوسين فعل شويه في مكانه، مانيش عارف. كان في لعيب واقع من نادي الزمالك وهم معترضين ان الاهلي ما طلعهاش بره. صعب انه يطلعها بره لانها كانت هجمه، صعب. كان ورا الهدف الاول وهو اللي جاب الهدف الثاني. حلوه تمريره شيكابالا يا لعيب، ما فيهاش حاجه اطلاقا، بوش رجله متاخر جدا جدا جدا. احمد عادل عبد المنعم لكن جدا احمد عادل عبد المنعم لكن جدا احمد عادل عبد المنعم لكن المعلمه بتاعت شيكابالا اخر دلاله.
What?